في بداية فيلمنا بنتعرف على البطل بتاعنا من ألمانيا وهو محقق الانتربول لويس، وبيبقى بيراقب شركة توماس وهو بيقابل المخبر واللي بيقول له انه عنده معلومات مهمة بخصوص البنك الدولي للأعمال والائتمان، بس بيقول له ان محتاج شوية وقت عقبال ما يوصل لحاجة عليها القيمة. فتوماس قبل ما يمشي بيخليه يحلف انه هيجيب له معلومات وأدلة مادية بخصوص الموضوع ده في مقابلتهم اللي جاية. وهو ماشي بيتصل بمساعدة المدعي العام إلنور وبيقول لها عن المعلومات البسيطة اللي عارفها، وهو بيعدي الطريق بيمسك دراعه فجأة وبيستفرغ وبيفقد وعيه وبيقع على الأرض. وبمجرد ما لويس بيلاحظ ده بيجري عليه علشان يطمن عليه، بس عربية بتخبطه وهو بيعدي فبيفقد وعيه هو كمان. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى وصحته كويسة، بس توماس بيكون مات. ولما بيشوف جثته في المشرحة الدكتور بيشرح له انه كان عنده أزمة قلبية، بس لويس مش بيصدق ده وبيرجع يبص على الجثة. ولما بيعمل كده بيلاقي ندبة صغيرة اللي حقنة في رقبته، فلويس بيطلب انهم يتصلوا بالبوليس علشان الجثة تتشرح كويس لان باين ان دي عملية قتل. وفي الوقت ده في مكتب مساعدة المدعي العام بتبقى بتحاول تقنع زمايلها ان الاتصال اللي توماس عمله ده ممكن يكون هو الدليل اللي كانوا محتاجينه، بس زمايلها بيكونوا مترددين لان لو التحقيق ده كمل بالادلة القليلة اللي معاهم فاكيد القضية هتتقفل ومش هتكمل. ولويس بيقاطع محادثتهم دي لما بيتصل وبيبلغهم بموت توماس، وإلنور بتضطر تسافر لبرلين فورا. وبعد فترة بنشوف إلنور ولويس وهما في اجتماع مع البوليس الفيدرالي وبيشرحوا لهم ان في ادله بتشير ان توماس اتحقن بسم، بس البوليس بيكون شايف من الادله ان الاختبارات نتيجتها طلعت سلبيه وانهم ما لقوش اي سموم في الجثه، وعلشان كده هما مش لاقيين سبب يخليهم يقتنعوا ان دي عمليه قتل. فإلنور ولويس بيضطروا يعترفوا ان هما كانوا بيحققوا في قضيه بخصوص البنك الدولي للاعمال والائتمان بقالهم سنتين من بعد ما جات لهم معلومات من المخابرات بتقول ان البنك ده متورط في عمليات غسيل اموال وارهاب وتجاره اسلحه وكل ما هو خطر وحرام. والمخبر توماس قابل واحد هما لسه ما يعرفوش هويته بالظبط، بس غالبا هو كمان مات او اتخطف لانهم بقالهم 12 ساعة مش قادرين يوصلوا له. فالبوليس ما بيكونش راضي عن فكرة انهم ما بلغوش بالموضوع ده قبل كده، وانه عايز يشوف ادلة بدل النظريات العشوائية اللي بيقولوها دي، وان مطاردة البنك للاعمال والائتمان مش هينفع يتم في المانيا. وكمان بيفكروا لويس ان ياخد باله من تصرفاته بسبب ماضيه واللي ممكن يأثر على شغله. وهم راجعين الفندق إلنور بتبقى عايزة تعرف ايه اللي لويس عمله زمان علشان يحذروه بالطريقة دي، بس لويس بيرفض يقول لها. وفي الوقت ده في متحف في برلين المدير التنفيذي للبنك الدولي للأعمال والائتمان ويكسلر بيقابل المستشار وبيقول له على أخبار جديدة، وهي إنه مرشح رئاسة الوزارة الإيطالية لغوا صفقاتهم مع البنك، وعلشان كده المستشار لازم يهتم بالموضوع ده. وبعد فترة لويس بيبقى بيتابع الأخبار وبيعرف إن نائب رئيس وزارة البنك كليمنت مات في حادثة عربية غامضة. وتاني يوم الصبح في مقر الانتربول في فرنسا فيكتور رئيس لويس بيلاقيه قاعد في المكتب من بدري وحواليه أبحاث كتير، ولويس بيكون متأكد إن كلايمنت بيكون هو ده المخبر بتاع توماس واتقتل بسبب إنه طلع أسرار البنك علشان توقيت الوفاة اللي في التقرير مش متطابق مع التصريح اللي جوناس قاله. فلويس بيكون عايز يروح لوكسمبورج علشان يتكلم مع جوناس ويقبض عليه بتهمة الكذب والاحتيال، بس فيكتور بيرفض وبيفكر لويس إنه مبقاش ظابط. فلويس بيحاول يغير رأيه وبيقول له إن البنك الدولي دايما بيهرب بعملته بسبب تعقيدات القانون الدولي، وفعلا جوناس بيقتنع. فلويس بيروح لمكاتب البنك الدولي وهناك بيشوف ويكسلر مع جوناس بس بيتجاهلوه، وواحد اسمه وايت هو اللي بيقابل لويس وبيكون هو المستشار القانوني بتاع البنك ومفوض الدرك. ولويس بيتعصب لأنه مش بيقابل جوناس زي ما قالوله، بس برضه بيشرح سبب زيارته وبيقول ان فرق التوقيت بين التقرير والتصريح بتاع جوناس مختلف. فالمفوض بيمسك التقرير وبيقول له على طول ان ده خطأ مطبعي من الموظفين بتوعه. وفي النهاية لويس بيمشي من المكان من غير ما يوصل لحاجة، وهو خارج بتجيله مكالمة من إلنور بتقول ان مستوى السينايت في دمه ما كانتش عالية كفاية علشان يحسبوها على انها عملية تسمم، وده بيخلي لويس يتجنن لدرجة ان لما شخص بيخبط على كتفه وهو معدي لويس بيفتكره حاول يسممه هو كمان، فبيلف وبيمسكه وبيخبطه في الباب، بس الشخص ده بيطلع مجرد عميل في البنك. وبالليل إلنور بتتصل بمرات كلايمنت علشان تشوف إذا كانت تعرف حاجة، والست المسكينة بتبقى فيها اللي مكفيها ومش حمل إزعاج، بس إلنور بتقول لها إن جوزها احتمال كبير يكون اتقتل وإن دي ما كانتش مجرد حادثة حصلت له، فبتديلها رقم تليفون في حالة لو افتكرت أي حاجة غريبة. وبعدها بثواني إلنور بتجيلها رسالة من مرات كلايمنت وبتقولها فيها إنها ما كانش عندها فكرة إن جوزها بيقابل الانتربول بس بخصوص موضوع الأسلحة الغير قانونية، فهو كان بيتواصل مع كالفيني فعلا. وفي الوقت ده لويس بيروح لفيكتور البيت وبيقول له ان البنك دفع فلوس للدرك علشان يغيروا التقرير،
ولما فيكتور بيدخل لويس البيت، لويس بيكسر التليفون بتاعه وبيلاقي جواه جهاز تنصت، ففيكتور بيعمل حاجة الكلب بتاعه وبياخده يمشيه ومعاه لويس علشان يتكلموا بعيد عن البيت في المداري، ولويس بيشرح له انه ليه اجهزة تنصت في بيته هو كمان. ونفس الكلام حصل مع إلنور، وفيكتور بيكون عايز يبلغ الرؤساء بتوعهم بس لويس بيمنعه وبيقول له انهم لو عرفوا حد تاني فكده هينبهوا البنك وهيخسروا فرصة القبض على الناس دي في السر. وبعدها لويس بيوري فيكتور صورة لكلايمنت وهو واقف مع كالفيني وبيقول له ان ده اللي إلنور قدرت توصله لحد دلوقتي، وبكده فيكتور بيديله الاذن انه يسافر على ميلان. وفي الوقت ده بيكون في قناص غامض بيضرب رصاص مميز وبيحط منه في صندوق وبيبعته على ايطاليا، وهناك الضابط باريل وهو اللي بيستلمه. وبعد كام يوم لويس وإلنور بيوصلوا على ميلان وبيقابلوا المفتش تشروتي واللي بيكون هو المسؤول عن مراقبة آخر عمليات كالفيني السياسية، وهما لوحدهم. إلنور بتقول للويس إنه باين عليه هو قد إيه شكله تعبان وواضح إنه لا بياكل ولا بينام كويس، وبتفكره إنه لازم يهتم بنفسه أكتر من كده علشان ما ينفعش تسيبه يتخبط ويبوظ الدنيا زي ما عمل من سنتين. وبتقوله إنها عرفت باللي حصل لأنها دورت وراه وعرفت إن لويس مشي بعد ما حاول يحقق في قضية البنك الدولي، وإن شهادته وقتها كانت ضعيفة وخسر القضية. ولما ده حصل لويس اتعصب وضرب مساعد المفاوض وهاجمه، فلويس بيقول لها ان الكلام ده مش صح وان شهادته كانت قوية جدا وقتها، بس مرة واحدة المدعي العام اجبره يسيب المتهم، وبعد 3 ايام الشاهد بتاعه وكل عيلته ماتوا كلهم في حادثة عربية. ولما لويس وإلنور بيقابلوا كالفيني اخيرا واللي بيفكروا ان محادثتهم دي مش محادثة رسمية، وبعدها كالفيني بيشرح لهم ان جوناس كان بيحاول يخلي البنك الدولي للأعمال والائتمان يكون هو الوسيط الحصري للأسلحة الصينية الصغيرة للعالم الثالث، وإن صفقة الصاروخ اللي كانوا بيحاولوا ياخدوها من كالفيني كانت هي المدخل بتاع العملية. ولويس ما بيكونش عارف البنك هيستفيد قد ايه من الربح من العملية دي، فكالفيني بيشرح له ان ده ملوش دعوة بالربح وانه ليه علاقة بالتحكم، وانهم مش عايزين يتحكموا في النزاع بس هدفهم هو انهم يتحكموا في الدين اللي هينتج من النزاع ده، وهو ده الهدف من صناعة البنك. انت لو اتحكمت في الدين وقتها تقدر تتحكم في كل حاجة من ضمنها الأمم نفسها. وفي وقت التجمع بتاع الحشد بنشوف قناص شاب وهو مستخبي في فندق في الناحية التانية من الشارع، ولما ساعته بتعدي دقيقة بالظبط بيضرب نار على كالفيني بس الرصاصة مش بتصيبه، والرصاصة التانية بتقتل كالفيني فعلا، لكن المرة دي الرصاصة مش بتبقى جاية من نفس الراجل. ولما الناس بتبدأ تتخض لويس وإلنور بيطلعوا من كافيه علشان يشوفوا اللي بيحصل، وباريل بياخد رجالته وبيدخلوا الفندق وبيكونوا عارفين القناص فين من البداية بس بيمثلوا انهم شافوه من الشباك. وبعدها البوليس بيطلعوا للقناص واللي بيكون بيحاول يهرب فبيضربوه بالنار فورا، وبعد كده باريلو بيحط غلاف الرصاصة اللي اتبعتت له من ميلان علشان يبين ان الشخص ده هو اللي قتل كالفيني فعلا. ولويس لما بيلاحظ ان البوليس متجمع عند الفندق بيروح على هناك هو كمان، وبيلاقي المستشار وهو بيهرب من الباب الخلفي فبيروح وراه وبيطلعوا في الشوارع هو وإلنور وشيروتي، واول ما بيطلعوا كلهم بره مش بيلاقوا له اثر، بس إلنور بتقرب من عربيه مركونه وبتبص جواها فبتلاقي المستشار، ولما بيلاقيها اخدت بالها منه بيخبطها بالعربيه قبل ما يمشي. ولما لويس بيطمن عليها بتقوله انها كويسه بس مش قادره تتحرك، فالشيروتي بيقوله انه هيفضل معاها وبيديله مسدس علشان يروح ورا المجرم. وفعلا لويس بيجري ورا العربيه وبيمسكها، ولما العربيه بتقف في الاشاره لويس بيجري عليها بس بيلاقي المستشار اختفى. وفي الوقت ده جوناس بيكون بيحاول يتفاوض على صفقة أسلحة مع الجنرال اللي شغال معاه، وفي اللحظة دي السكرتيرة بتقاطعهم وبتقوله انهم محتاجينه في مكان تاني. ولما بيروح المكان التاني بيلاقي وايت وإكسلر مستنيينه وبيبلغوه بموت كالفيني وبيقولوا انهم لازم يستنوا لحد ما السلطات تحل المشكلة دي وبعدها يتواصلوا مع أولاد كالفيني علشان يخلصوا صفقة الصواريخ. بس جوناس بيختلف معاهم وبيكون مش عاوز يخاطر في أي تعقيدات بخصوص الصفقة، وده معناه انهم لازم يتكلموا مع أولاد كالفيني دلوقتي بما انهم كده كده هيفتحوا معاهم الموضوع لولا موت ابوهم. ولما شروتي بيقول للويس وإلنور على الأدلة اللي وصلها لحد دلوقتي، وهي ان القناص اللي اتقتل ده كان عضو في الفرقة الحمراء السرية، والشخص اللي كانوا بيطاردوه ده كان راكب عربية مسروقة، ولما فتشوا العربية ملقوش اي اثار ولا بصمات ولا اي حاجة توصلهم ليه ولا حتى حد شافه وهو بيمشي، وبكده بيحملوا الفرقة الحمراء مسؤولية موت كالفيني. بس لويس ما بيكونش مصدق وبيكون شايف انهم عملوا فخ للراجل، وبيقنع شيروتي يخليه هو وإلنور يفحصوا مسرح الجريمة، وبيستخدموا عصايتين على الحفر بتاعة الرصاص اللي موجودة على العمود، وبيروح ورا اتجاه الرصاص. ولويس بيبص من الفتحات دي وبياخد باله ان واحدة فيهم جت من الأوضة اللي لقوا فيها القناص وقتلوه، والتانية جت من سطح الفندق. فلويس وإلنور بيروحوا للسطح وبيلاقوا ان فيه أماكن كتيرة القناص يقدر يستخبى فيها،
وبما ان القناص اللي مات كان معاه ساعة منبه، لويس بيكون شايف ان اكيد كانت متزامنة، بس إلنور بتقوله ان في مشكلة، وهي ان في 2 من اغلفة الرصاص لقوها في اوضة الفندق، وقدروا يأكدوا ان الرصاصة نفسها متطابقة مع السلاح، وبكده مفيش طريقة يثبتوا بيها الرصاصة التانية جت منين او فين الرصاصة التالتة حتى. ولويس ما بيكونش عارف يعمل ايه لحد ما بيلاقي بركة مية صغيرة، فبيجيب فريق متخصص يشيل المية بجهاز معين، وبيلاقوا تحتها اثار رجلين شافها قبل كده. ولما بيرجعوا المكتب، لويس بيوريهم انه عنده صورة لنفس اثار الرجلين دي من مسرح الجريمة اللي المدير التنفيذي اتقتل فيها السنة اللي فاتت. فالشروتي بيبعت اثر الرجلين دي للمعمل، وبيتأكدوا انهم متطابقين، وبيعرفوا كمان ان سبب وجود نفس النمط ده هو انها ليها علاقة بجزمة متفصلة ومعمولة لحامل رجل معدن. ولويس بيطلب ان الادلة دي تتبعت لمكتب التحقيقات الفيدرالي علشان يأكدوا التطابق، بس قبل ما يكملوا باريلو بيظهر لهم وبيقول ان لويس وإلنور لازم يمشوا من البلد علشان ده التحقيق بتاعه هو. وللأسف شيروتي ما بيقدرش يعمل حاجة علشان باريلو معاه تصريح من رؤسائهم في الانتربول. وهما في المطار، إلنور لما بتشوف جهاز كشف المعادن بتستوعب ان القناص التاني لو كان ساب البلد فاكيد كاميرات المراقبة لقطته وهو بيشيل الحامل المعدن علشان يعدي من الجهاز. فالشيروتي بيستغل منصبه وبيتكلم مع حراس المطار، وبيقدر يخلي لويس وإلنور يفحصوا تسجيلات كاميرات المراقبة، بس مش بيقدروا يشوفوا وش المستشار كويس لانه بيكون عارف مكان الكاميرات بالظبط وبيحاول يبعد وشه عنها. ولما واحد من موظفين المطار بيشوف السجلات بيأكد لهم ان الشخص ده مشي من البلد وزمانه وصل على نيويورك. فلويس وإلنور بيسافروا لنيويورك هم كمان، وهناك بيلاقوا الضابط من شرطة قسم نيويورك مكلف المحققين وارد وأورنيلاس علشان يساعدوهم، وبيبقى معاهم صور للمستشار وهو بيتحرك في الشوارع، واخيرا بيجيبوا صورته، والهوية اللي استخدمها بيكون عنوانها مزيف، بس بيكونوا مقتنعين انه عايش في المدينة دي علشان واحد من مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصل بيهم واكد تطابق اثار الرجلين، وقال لهم ان نمط الحامل المعدن اللي بيتحط في الجزم ده نادر جدا وبيتعمل هنا في نيويورك، ويعرفوا اسم الدكتور اللي بيبيعهم. ولما إلنور بترجع المكتب علشان تهدي أعصابها، الرئيس بتاعها بيبقى فاكرها بتعرض نفسها للخطر وبتلعب بالنار. لويس والمحققين بيروحوا للدكتور إيزاكسون واللي بيوافق يساعدهم، بس لما لويس بيقول له إن مريض عنده قتل دكاترة كتير واحتمال كبير يبقى الدور اللي جاي عليه، وقتها إيزاكسون بيوافق يخليهم يدخلوا في ملفاته، بس لما بيوروه صورة المستشار مش بيعرفه. وفي الوقت ده جوناس بتجيله مكالمة من ويكسلر، والباقي بيحذروه من لويس وإلنور اللي قربوا يكشفوهم، بس رغم كده جوناس مش بيوقف العملية وبيكمل في اتفاقه مع أولاد كالفيني، وبيتفقوا كلهم على أنسب حل قدامهم هو إنهم يتخلصوا من المستشار علشان يخلصوا من الانتربول. وبعد ما وورد بيشتغل طول الليل بيلاقي ملف لواحد اسمه جابريل هانسن، واللي الدكتور إيزاكسون ما بيكونش فاكره علشان المريض ده المساعد بتاعه هو اللي كان بيتعامل معاه، وبيحس إن الملف ده مثير للشك علشان بيلاقوا العنوان بتاعه غريب، وكان دايما بيدفع كاش ومفيش صور تشخيص، وحتى رقم التليفون اللي موجود مزيف، وكمان في حرفين GT مكتوبين جنب كل سجل زيارة. وإيزاكسون بيشرح لهم ان دي اختصار طلب التاكسي للمريض لانه معاه حساب رشوة متعاقد بيه مع الشركة، فبيبعتوا كل الادلة دي لمقر البوليس وهم اللي بيوصلوا للعنوان. وفي طريقهم لويس بيتصل بإلنور وبيقول لها على اللي وصلوا له، وإلنور بتقول له يستعجل علشان الرئيس بتاعها هدد بانه يقفل القضية قريب لو موصلوش لحاجة. ولما لويس والمحققين بيوصلوا على العنوان اللي العربيات كانت بتوصل للمستشار عليه بعد كل ميعاد مع الدكتور، بيلاقوا مكان فاضي وهما بيفكروا هيروحوا على فين بعدها. أورنيلاس بيعدي الشارع علشان يجيب فطار وبيشوف المستشار وهو معدي، فبيقول للشركة بتوعه وبيطردوه فورا وبيمشوا وراه كلهم. وبيشوف المستشار وهو بيقف عند كابين التليفون علشان يستقبل رسالة فيها مكان الاجتماع اللي بعده واللي بيكون في متحف جوجنهايم. وبعدها التلاتة بيلاقوا المستشار قاعد جنب ويكسلر، ولويس بيعرفه من لما زاروا في البنك، بس مش بيقدروا يسمعوا هما بيتكلموا في ايه. وفي الناحية التانية المستشار بيكون شايف انهم هيتخلصوا منه قريب، بس ويكسلر بيديله تعليمات وبيقول له يقتل لويس. واول ما الاجتماع بتاعهم بيخلص أورنيلاس بيمشي ورا ويكسلر، ولويس وورد بيراقبوا المستشار، وللأسف حيطان المتحف بتخلي المستشار يشوف الانعكاس بتاعهم، والاتنين بيضطروا يطلعوا يقبضوا عليه فورا. فالمستشار بيحذرهم وبيقول لهم انهم مش هيسمحوا انهم ياخدوه معاهم. وفعلا مجموعة من الفتوات تبع عصابة البنك بتظهر فجأة زي ما كان متوقع، وبيضربوا نار على الطرفين، المستشار وورد. والمحقق بيموت في مكانه، بس المستشار بيكون لابس سترة واقية من الرصاص وبينجو، والعصابة بتقعد تضرب عليهم نار، ولويس بيضربه هو كمان وبيقتل كام واحد منهم وبيجري ناحية المستشار، واللي هو كمان بيبقى بيضرب نار على العصابة، وبيعرض على لويس انهم يتعاونوا علشان يخرجوا من المكان ده عايشين. ولويس بيوافق،
وبعد ما بيساعده يتخلص من السترة علشان يقدر يتنفس، الاتنين بيستخبوا في الممر، ولويس ودانو بتيجي فيها رصاصة فبيلهيهم بكرسي متحرك، وده بيساعدهم يجروا مرة واحدة ويضربوا نار على كام واحد تانيين من العصابة. بس مع الوقت العصابة بتزيد، والمرة دي بيصيبوا المستشار وبيموتوه، فلويس بيضرب رصاص على السقف وبيوقع الإزاز كله على العصابة، وده بيساعده يهرب هو والمستشار قبل ما البوليس يوصل. بس للأسف المستشار بيموت قبل ما يلحق يقوله على أي معلومة. وبالليل إلنور بتتواصل مع معارفها علشان تنقذ لويس وتطلعه من الاسم، وبتجيب معاها كمان تقرير مميز من الاستخبارات عن ويكسلر. وبعد ما بيتخطوا شوية عربيات وهي بتحاول تمنعهم من انهم يمشوا، إلنور بتاخد لويس عند أورنيلاس، وهناك بيبقى حابس ويكسلر في مكتب. فلويس بيتكلم معاه وبيقول له انه عارف انه كان بيدافع عن القيم الشيوعية، فويكسلر بيقول له انه اتقبض عليه وقتها وسط شبكات الفساد اللي كانوا في النظام، وبيبقى شايف ان فكرة لويس عن العدالة مجرد وهم، لان البنك الدولي عنده معارف في كل مكان، وبكده محاولة تسليمهم والقبض عليهم ملهاش فايدة، وإن كل اللي هيحصل إنهم هيرشوا الضباط والقضاة، والطريقة الوحيدة اللي يقدر يوقفهم بيها هي إنه يشتغل بعيد عن القانون. ولما لويس بيفهم إن ويكسلر عاوز ينتقم كمان، بيقول لإلنور تخرج بره القضية قبل ما يحطوها هي كمان في دماغهم، وبيقول لها إنه هيهتم هو بشوية المجرمين دول في الخباثة، وبيبقى عايز إلنور تقول للكل إنه هرب من العدالة، وبفضل تاريخه القديم القصة دي هتتصدق. وبعد فترة في إيطاليا الإخوات كالفين بيبلغوا مقابلتهم مع البنك بعد ما لويس بيعرفهم ان البنك هو اللي قتل ابوهم، وبيطردوا وايت والفريق بتاعه من المكاتب بتاعتهم. ووايت بيتصل بجوناس وبيبلغه باللي حصل، بس مش بيلحق يرجع المدينة، والبوليس مش بيقدر يلاقي العربية ولا حتى السواق اللي كان معاه، فبيفترضوا ان الاخوات كالفيني بيحاولوا يبعتوا لهم رسالة. وويكسلر بيلفت نظرهم لانهم ممكن يبيعوا الصواريخ القديمة المعيوبة بتاعتهم لسوناي، والراجل بيبيعها للحكومة الإسرائيلية ويرشوه بمبلغ حلو علشان يفضل ساكت. وجوناس بتعجبه الفكرة، وويكسلر بيدبر هو ميعاد المقابلة مع سوناي، وبعدها بيتصل بلويس وبيقول له على التفاصيل. وتاني يوم في مقبرة في اسطنبول، جوناس وهو مستني سوناي، ويكسلر بيعمل نفسه محتاج يدخل الحمام، وبيقابل لويس في الخباثة علشان يديله جهاز تسجيل راديو متوصل بجهاز تنصت، وبيكون ويكسلر حاطه تحت جاكيت جوناس، وبيقول له انه محتاج يسجل الجزء اللي جوناس هيقول فيه لسوناي عن الصواريخ المعيوبة، واللي يقدروا بعدها يشاركوها مع عملاء البنك الدولي علشان يعرفوا انهم نصابين، وده هيخلي الكل يلغي طلباته، وساعتها البنك هينهار. واول ما سوناي بيوصل، جوناس بيطلب منه يروح معاه عند سراديب الموتى علشان يتكلموا على انفراد، ولويس بيراقبهم من مسافة قريبة، بس لما بينزلوا في الانفاق الاشارة بتضعف، فلويس بيضطر يروح وراهم. وفي الوقت ده ويكسلر بيستنى بره، وشخص غامض بيقرب منه، وفي الانفاق لويس بيقدر يستخبى ورا الاعمده لفتره، وبيسمع الرجاله هم بيتكلموا عن تسليم الاسلحه. بس قبل ما يبداوا حتى يتكلموا في موضوع الصواريخ المعيوبه، لويس بيخبط في مجموعه خفافيش، وده بيخلي الحراس ياخدوا بالهم من وجوده، وبيمسكوه وبيطردوه من قبل ما يلحق يسجل اهم جزء. ولما جوناس وسوناي بيطلعوا بره بعد ما بيخلصوا اتفاقهم، كل واحد فيهم بيمشي في طريق، وجوناس بيروح لويكسلر بس بيلاقيه ميت، وبدل ما يمشي بعربيته بيقرر يمشي في الشوارع وبيستخبى وسط الزحمه. ولويس كمان بيروح لويكسلر وبياخد المسدس اللي كان مخبيه في هدومه، وبيروح ورا جوناس، واللي لما بيشوف لويس رايح له بيحاول يهرب عن طريق الاسطح. ولما جوناس بيتحشر بيقول للويس ان ملهاش لازمه يقتله، لانهم هيجيبوا واحد تاني مكانه والبنك الدولي هيفضل مكمل عادي جدا. فلويس بيتردد، وفي اللحظه دي بيجي واحد الاخوات كالفيني معينينه علشان يقتل جوناس، وبعد ما بيخلص عليه بيشكر لويس علشان سهل عليه مهمته. ولويس بيقف مصدوم في مكانه ومش عارف يعمل ايه بعد ما التحقيقات بتاعته ما وصلتهوش لاي حاجه. وزي ما جوناس كان متوقع، بيجي شخص تاني ياخد منصبه، والبنك الدولي للاعمال والائتمان بيفضل يكبر ويتوسع اكتر، بس تخطيطهم العدائي وكبرهم المفاجئ ده بيخلي الحكومه تشك فيهم. فالمجلس الاعلى الامريكي بيخلي إلنور تعمل اخيرا تحقيق كامل، وبكده بيخلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.